الوقت غالي، بس اللي اغلى منه انتباهك. تخيل ان الوقت عملة وبتصحى كل يوم وانت معاك رصيد. مش مهم معاك قد ايه، المهم بتصرفه في ايه ومع مين. هو ده الانتباه، وهو ده المهم. انت حاضر قد ايه في اللحظة. في ناس على الاوتو بايلوت على طول، مش حاسة باي حاجة، بيعدي سنين وهي مش عارفة عملت فيهم ايه. وفي ناس بتعيش سنة في اليوم الواحد. انتباهك عامل بالظبط زي العدسة، بتزوم ان على حاجة وبتكبرها، بتزوم ان على سعادة بتكبر، بتزوم ان على خوف بيكبر. دلوقتي عايشين في سرعة مش طبيعية. قبل الموبايلات كان عندنا مساحة ممكن نفكر فيها، نشتاق، مساحة بتدي معنى. دلوقتي لو رسالة جات لك وما دخلتش ورديت بسرعة ممكن ناس تزعل منك، لو انت في الشغل ممكن ياخدوا قرار ضدك، وكأنك لازم تبقى كونكتد 24 ساعة. حتى الحب فقد حلاوته. زمان كان الناس بتبعت جواب وتستنى رده، او تتكلم في التليفون مليون مرة عبال ما توصل لك، ولو ما لقيتكش تعدي عليك. دلوقتي التعزية والتهنئة وكل الحاجات اللي كنا بنعملها بطريقة شخصية بقت مش شخصية على الإطلاق. الحياة كانت مفروض تقربنا من بعض، اتحولت لسباق في الردود، واللي بيضيع مش الوقت، اللي بيضيع المعنى. وده مش صدفة، لأن في اقتصاد كامل قائم على الانتباه. زمان الشركات كانت بتتنافس على فلوسنا، دلوقتي بتتنافس على انتباهنا. كل ثانية بتقضيها ببلاش على السوشيال ميديا، سكرول ونوتيفيكيشنز واخبار وحاجات انت اصلا مش مهمة بالنسبة لك، بيحولوها هم لدولارات. مرة الجاية اسأل نفسك، واحنا اللي بنختار انتباهنا رايح فين، ولا الالجوريثم هو اللي بيختار لنا؟ في ناس كتير بتصحى بعد 5 سنين 6 سنين وتقول ايه ده، هما السنين دي راحت فين؟ وده لان مخنا بيسجل التجارب الجديدة. عشان كده بنفتكر ذكرياتنا واحنا صغيرين، لانها كانت تجاربنا الاولى، كانت تجارب جديدة بالنسبة لنا. لما بنكبر شوية وبنخش في الاوتو بايلوت وبنعمل الروتين اليومي وما بنعملش حاجات جديدة كتير، مخنا بيبطل يسجل الذكريات دي، وكل حاجة بتبقى شبه بعضها بالنسبة لنا. فبنصحى بعد 10 سنين ونقول ايه ده، ال10 سنين اللي فاتت راحت فين؟ عشان كده لازم يكون عندنا وعي اكبر بالوقت، ونعمل تجارب جديدة، نعمل حاجات جديدة، عشان دي بتفتح مسارات جديدة في مخنا، بتخلينا حاضرين اكتر ومستمتعين اكتر بحياتنا. واستعادة انتباهك ممكن تحصل بحاجات صغيرة مش كبيرة. اسأل نفسك اسئلة، هو ده عالم افتراضي ولا عالم حقيقي؟ كل الحاجات اللي انا بشوفها دي واقع، ولا في حاجات كتيرة قوي مفتعلة ومش حقيقية؟ هو انا بقعد على السوشيال ميديا قد ايه؟ واعمل حاجات صغيرة تقدر تخليك متحكم في وقتك وانتباهك. سيب موبايلك في أوضة تانية وانت قاعد بتعمل حاجة مهمة، او حتى قاعد مع حد انت عايز تقعد تتكلم معاه من قلبك. اعمل الامور ببطء، ما تنجرفش في السرعة وتفقد معنى الحاجة وتبقى بتجري ليل ونهار. والحقيقة ان الوقت ما بيضيعش مرة واحدة، احنا بنضيعه في لحظات صغيرة كتير في حياتنا. سكرول هنا، تشتيت هنا، حاجة بعملها وانا مش هتخدمني ولا عايزها اصلا. الوقت هو حياتك اللي بتعدي، وانتباهك بيخليك تعيشها او لا. ربنا يبارك في وقتنا كلنا. لو الفيديو ده اثر فيك وحسيت ان حد تاني محتاج يسمعه، ابعتهوله.